السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هنعمل مع بعض سلطة الحاتي في فيديو جديد من مطبخ أميرة ومروة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. هنسمي الله. سلطة الحاتي عبارة عن طماطم وخيار وقرن فلفل حامي ونص حزمة كزبرة خضراء وبصلاية صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة في السلطة نجيب الخضار طازة ونغسله كويس جدا وننقع الخضار في مية عليها معلقة خل لمدة 10 دقايق، وبعد كده نغسله كويس جدا ويبقى جاهز معانا. تمام. طبعا كلنا عارفين طعم سلطة الحياتي مميز جدا، فايه رأيكم بقى لو عملناها في البيت بنفس طعم سلطة الحياتي اللي بنجيبها من بره، بس الفرق هنعملها بخضار طازة وبمنتهى النظافة. قطعت الخضار مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. السلطة دي بقدمها مع كل المشويات، كفتة، كباب، فراخ مشوية، يعني نقدر نسميها سلطة المشويات. سلطة مميزة وطعمها حلو قوي، ولما تدوقوها مش هتفرقوا طعمها عن سلطة الحياتي اللي بنجيبها من بره. وهقطع قرن فلفل حامي، لو مش حابين تضيفوا فلفل حامي مفيش مشكلة، مش هيقلل من طعم السلطة خالص. هقطعه مكعبات صغيرة. عايزة اقول لكم على حاجة يا جماعة، لو فكرتوا تشتروا اكل من بره يفضل السلطة وخاصة السلطة تعملوها في البيت، هيبقى طعمها احلى وانضف بكتير طبعا. علشان زي ما قلت لكم في اول الفيديو، علشان نعمل طبق سلطة حلو لازم يكون الخضار طازة ومغسول كويس جدا، وده طبعا مش هينفع نعمله غير في البيت. تمام. وهقطع بصلايه صغيره علشان في ناس كتير ما بيحبوش طعم البصل في السلطه، هقطعها صغير علشان ما تبانش في طعم السلطه. رغم ان البصل مفيد جدا جدا يا جماعه لجهاز المناعه، بيقوي جهاز المناعه، فنخلي بالنا لازم ناكل بصل. حتى لو هنضيفه على السلطه بكميه بسيطه لازم ندخله في السلطه. خلاص قطعت كل الخضار مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، هفضيه في البوله. طبق السلطه مفيد جدا يا جماعه، فلازم تقدموه في كل وجبه، وان شاء الله لما تجربوا السلطه دي مش هتفرقوها عن سلطه الحياتي اللي بيجيبوها من بره. وهقطع نص حزمة كزبرة خضراء مش بقدونس، سلطة الحياتي بتتعمل بالكزبرة مش بالبقدونس يا جماعة. هقطعها ناعم زي ما انتوا شايفين، وبعدين هضيف على الخضار اللي قطعته، وهقلب الخضار الحلو ده كله مع بعضه. بصراحة طبق السلطة هيفتح النفس. وهضيف شوية مية، طبعا كلنا عارفين سلطة الحياتي بنضيف عليها مية، وهقلبهم كويس مع بعض. وهضيف معلقة صغيرة ملح، وهضيف كمان معلقة صغيرة بهارات. البهارات دي عبارة عن كمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، طحنتهم وخدت منهم معلقة صغيرة وضفتها على السلطة زي ما انتوا شايفين. وبكده يكون طبق السلطة خلص. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة. تمام. هغطي السلطة وهدخلها التلاجة علشان الخضار ياخد ويدي مع بعضه. طيب هقدم السلطة دي جنب ايه؟ هعمل لكم النهاردة ان شاء الله شيش طاووق ورز بسمتي اصفر وسلطة طحينة، وهنزل لكم الشيش طاووق في فيديو لوحده. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.